ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده فيديو جديد ويوم جديد. هعمل معاكم النهارده تفريزات فراخ حلوه جدا بتقسيمه جميله قوي لأسره مكونه من 6 افراد، بميزانيه واقعيه، وكمان سعر الفراخ يعني نزل شويه الايام دي، فطبعا بيفرق معانا جدا. فاول حاجه ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو وتشتركي في قناتي لو اول مره تشوفيني. فعلي الجرس على اشعار الكل، هيوصلك اشعارات بكل فيديوهاتي الجديده. اول حاجه كده، سعر الفراخ كام؟ سعر الفراخ الكيلو ب70 جنيه. فكنت جايبه بطه كده اللي هي البط السوداني، كان سعرها 200 جنيه. وكمان كنت شاريه 3 فرخات كبار، يعني ال3 فرخات زي ما شفتوا معايا في الورقه اول الفيديو. ال3 فرخات كانوا 8 كيلو، كان سعرهم تقريبا 580. فدي كده البطه الحلوه كده الصغننه دي، وهي برضو مش صغيره قوي، يعني مقاسها كويس على قد سعرها. وكمان ده بط سوداني. فالمهم يعني جبتها وان شاء الله تطلع كويسه. في بقى الفراخ زي ما انتوا شايفين بتجيلي بقى مغلفه ونظيفه جدا جدا، مش بتحتاج معايا اصلا تنظيف كتير. فالفرخه كبيره، ودايما لو هتعملي تفريزات يكون الفراخ مقاسها كبير. فجبت بقى ال3 فرخات دول زي ما قلت لكم، وزنهم كان 8 كيلو، والكيلو ب70 جنيه. وبعض الايام بيكون الكيلو ب66 ب65. واللي يبيعلك الفراخ الوقت ده اكتر من كده، يعني يلاقي مثلا سعرها 90 95، طبعا ده بيكون نصاب نصاب يعني. فالفراخ سعرها يعتبر نزل، والفراخ كمان بتكون تبع البورصة. فخلي بالك وانتي بتشتري الفراخ لان سعرها يعتبر نازل. في بقى كمان فرختين، اللي هي الفراخ بقى الحشو الصغيرة، زي ايه؟ زي الفراخ كده اللي احنا بنشتريها من شركة الوطنية او شهد، اللي هي الفراخ المجمدة. بيكون وزنها في حدود 1200 1500 جرام. فدي بتكون بقى حلوة لو عايزة تعملي كنتاكي، عاوزة تعملي مثلا فراخ كده إيه حشو. فبيكون حجمها كويس جدا. فالمهم كده الإجمالي كله على بعضه الفراخ دي زي ما شفتوا معايا في الريسيد كان 780 جنيه، و20 جنيه توصيل يعني 800 جنيه. وفي كمان الفرختين ب200 جنيه، يعني الإجمالي كده كله على بعضه 1000 جنيه. يبقى دي ميزانية فراخ وبط وفراخ كده للحشو وفراخ للشوي بميزانية 1000 جنيه. عشان سعر الفراخ يعتبر كويس عن مثلا سعر الفراخ كان قبل العيد. قبل العيد حقيقة أنا شارية الفراخ الكيلو كان ب94 جنيه. إنما هي الحمد لله بقى لها فترة كده سعرها مستقر ما بين مثلا 65 ل70. يعني أقصى حاجة وصلت لها الفترة اللي فاتت كانت 75. فدي كده الفراخ يا بنات، طبعا باخدها بقى وبغسلها كويس جدا، وبنقعها بقى في ليمون وملح، وبسيبها بقى شوية كده مع نفسها. وبرضه هقول لكم تاني، الفراخ مش بحب ان انا ازود لها خل، لان الخل هيهري معاكي الفراخ دي اول حاجه، وكمان هيساعد ان الفراخ تكون زفره معاكي اكتر، وكمان بيخرج كل البروتين اللي في الفراخ. يعني بتلاقي كده الميه اللي انتي ناعه فيها الفراخ بتلاقي لونها ابيض، فالابيض ده يعتبر البروتين كله اللي في الفراخ. فتخلي بالك وانتي بتغسليها. هسيب بقى الفراخ الحلوه دي بعد ما نضفتها طبعا واكدت عليها تنظيف، هسيبها تتنقع شويه. وزي ما اتفقنا ان الف ب تفريزات هو ان احنا نفرم بصل. في ناس ممكن ان هي يعني تجيب الفراخ وتحضرها وتجهزها وتشيلها في الفريزر من غير ما تتبلها، بس بصراحة انا بفضل ان هي تتبل ببصل بقى كده، واكون مظبطاها عشان حتى لما اطلع الوجبة من الفريزر تكون معايا الفراخ متبلة، وما اضطرش ان انا اقشر بصل تاني ان انا اطلع الكبة واغسل الكبة كل مرة. فبختصر على نفسي الخطوة دي كلها، وبعمل عندي التتبيلة الحلوة دي اللي هي بقى بصل مفروم، وبزود عليه ملح وفلفل اسود وشوية من ال7 بهارات من شيفي، وكمان اساسي اساسي بزود قرفة. وبتبدأي ان انتي تخلطي بقى البصل مع كل التوابل، والتتبيلة دي تنفع لأي نوع فراخ، فبيكون طعمها حلو ومميز. ومع كل وصفة بقى بنعملها بنزود الإضافات وقت التسوية. حابة بقى تزودي باربيكيو صويا صوص مثلا على الستريبس، عايزة تزودي مثلا خلطات جاهزة، زي مثلا خلطة الشيش طاووق للشاورما، بتزوديها وقت التسوية. فتعالوا بقى كده نعمل كده أول تقسيمة. هجيب معايا كده بقى الفراخ الحلوة كده المبقلظة دي، وابدأ ان انا افصل عندي الصدور عن الوراك، وهقطع معايا الوراك واسيب بقى الوراك سليمة زي ما هي. عشان بصراحة الجو كان حر قوي ومش محتاجة فرهضة، وما كنتش عايزة اقف كتير، اللي هو بوفر على نفسي مجهود. فلو عايزة كمان اوفر مجهود اكتر كنت هطلب من بياع الفراخ ان هو يقسم لي الفراخ ل4 قطع. فانتي ممكن توفري على نفسك بقى المجهود شوية،
واطلبي من بياع الفراخ ان هو يقسم لك الفراخ لاربع اجزاء. فهتاخديها بقى تغسليها كويس كده وتظبطيها وتبداي تشتغلي عليها بالطريقه اللي انت شايفاها دي. بس زي ما قلت لكم عشان التصوير بطلب الفراخ تكون سليمه زي ما هي. فهاخد بقى الفراخ كده وافصل كل الوراك. طبعا دول 3 فرخات، وعشان انا اسره مكونه من 6 افراد فبيكون العدد ده مناسب ليا جدا ان انا اقدر اطلع وجبات. وناخد بالنا من كلمه وجبات. فجهزت كده معايا الوراك، هيطلع معاكي 6 وراك. بتقسمي بقى كل ورك على جزئين، هيبقى معاكي 3 وراك في الطبق ب6 قطع تكفي اسره 6 افراد. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله الفراخ حجمها كبير، فهتلاقي القطعه الواحده يعني حلوه كده ومشبعه. نيجي بقى كده للصدور نشتغل عليها. ببدأ ان انا افصل بقى دبوس الكفت مع الجناح بقى بالجزء ده كله. ببدأ ان انا افصله، بيكون معايا جزء كده ما شاء الله يعني قطعة كبيرة مش صغيرة. فهيطلع معايا برضو 6 قطع، والست قطع دول هيكونوا وجبة. والوراك هيكون معايا 6 وراك، هشيل في كل طبق 3 وراك، بكل طبق فيه 6 قطع. يعني هيبقى معايا كده 3 وجبات فراخ، اللي هي الفراخ اللي بالعظم. بتمشي بقى بنفس الطريقة لو انتي أسرة مثلا مكونة من فردين أو من 3 أفراد أو من 4 أفراد، هتمشي بنفس الطريقة. فكل ما كان عدد الأسرة أقل شوية كل ما هتلاقي عدد الوجبات اللي انتي بتعمليها بتزيد معاكي. في الطبيعي كده ان انا لو جبت مثلا 3 فرخات او لو طلبت كده كل وجبة فراخ لوحدها، خلاص انا هجيب وجبة الفراخ هغسلها كويس وهعملها وهتعدي عليا كوجبة، ويبقى انا كده جبت 3 فرخات ب3 وجبات. انما لما بجيب بقى الفراخ على بعضها بيبقى معايا فرصة ان انا اطلع مثلا وجبتين زيادة، اطلع 3 وجبات زيادة. فبالنسبة لي موضوع التفريزات ده حاجة مهمة جدا، وكمان هو بيوفر عليا وقت ومجهود وتفكير. هناكل ايه النهارده، هنعمل ايه النهارده. فبلاقي كده كل الوجبات متفرزه ومتشاله جاهزه في الفريزر ومتبله كمان. فيعني اهلا وسهلا بالراحه. وكمان الجو حر وفرهده، مش محتاجين نقف في المطبخ كتير. او لو هنقف مثلا ساعتين او ساعه في المطبخ احسن طبعا ما كل بقى مره نبدا ان احنا نجيب الفراخ ونغسلها ونقشر بصل ونطلع الكبه ونبدا نغسل الكبه وهكذا. وطبعا الفراخ بتحتاجي ان انتي تعقمي بقى الدنيا كويس بعدها، وتبداي تغسلي بقى كل حاجه كده لمست الفراخ. فطبعا يعني تفريز الفراخ بياخد مجهود شويه، والاصعب بقى ان انتي بتنضفي بقى بعد تفريزات الفراخ كويس جدا. المهم كده حبايبي انا بقى اخدت عندي كده الصدور وبدات ان انا اشيل كل اللي هي الدبوس اللي بالكتف، وزي ما شفتوا معايا ما شاء الله كانت القطعه كويسه. هبدا هنا عندي بقى اللي هي الصدور بقى الفيليه. بيطلع معاكي طبعا كميه صدور حلوه. تقدري بقى الصدور دي تاخديها كده كلها على بعضها وتفرميها في الكبة وتطلعي منها وجبات جامدة جدا. ممكن تعملي منها ناجتس، ممكن تعملي منها برجر فراخ، كفتة فراخ، تعملي منها اللي هو الكوردون بلو، ممكن تعملي منها كمان رولات الفراخ، ممكن تعملي منها لانشون. فالصدور الفيليه دي ليها افكار كتير جدا. ان شاء الله يعني ناوية كده ان انا اعمل فيديو يكون بس صدور فراخ فيليه ونعمل منها شوية مصنعات. عملت طبعا معاكم الفيديو ده كتير قبل كده، بس ان شاء الله ممكن اعمله بقى معاكم بافكار جديدة كده بطرق جديدة ان شاء الله تعجبكم. وزي ما انتوا شايفين معايا هبدا بقى ان انا اخلي معايا كل الصدور واخلي بقى فيليه الفراخ كده لوحده. وقلت لكم طبعا افكار كتير تقدروا تعملوها ده بالفراخ المفرومه بالصدور المفرومه. انما بقى في الصدور اللي هي الصحيحه اللي هي الفصوص، تقدري برضو تقطعي منها شرايح بانيه، تقدري تعملي منها رول بقى الفراخ اللي هو بيكون بفص كده الفراخ. تقدري ان انتي تعملي منها كمان بقى شيش طاووق وشاورما، سواء فتة شاورما او تعمليها سندوتشات شاورما سوري. ممكن تعملي منها برضو شرايح ستريبس، سواء هتعمليها سندوتشات زنجر او هتعمليها مثلا مع ريز وكده وتقطعي عليها قطع كده من الستريبس. فطبعا الافكار كتير جدا نفذتها كلها معاكم، وان شاء الله هكررها تاني زي ما قلت لكم بطرق مختلفه. هنا بقى كنت خلصت كده ال3 فرخات الحلوين وجهزتهم. هاخد بقى عندي الفراخ اللي هي الصغيره شويه دي وابدا ان انا افتح فرخه فيهم من سلسله الظهر. ودي ممكن تشويها كده معاكي على مثلا فحم، ممكن تاخديها معاكي مثلا على اللي هي الشبكه كده وتخلي بقى تحتها كده بطاطس وخضار، هتبقى معاكي حلوه جدا. والفرخه بقى التانية الصغيره زي ما انتوا شايفين هو سايب بقى كده اللي هو الجزء اللي فيه صدور ده مقفول. فدي هعملها فراخ بقى كده بحشوه رز كده بالخلط
بتكون جميلة جدا، وعملتها برضو معاكم قبل كده. ومعايا بقى البطة الحلوة الجميلة دي هتبلها برضو معايا من نفس بقى التتبيلة اللي هي بقى فيها بصل وعليه بقى ملح وفلفل اسود وتوابل كده اللي هي المشكلة، السبع بهارات من شيفي، وعليه كمان قرفة. بينفع معاكي لكل انواع الطيور. فهاخد معايا برضو الفرخة الحلوة التانية دي اللي قسمتها من سلسلة الظهر، هغسلها برضو غسلة كده تانية كويسة، وابدأ ان انا اشيلها برضو معايا متبلة. وكل بقى الوراك اللي انتوا شايفينها دي واللي هي دبابيس الكتف هاخدها برضو اغسلها غسلة تانية بعد التقطيع. يعني بغسل غسلة كده اللي هي المبدئية والفراخ كده سليمة على بعضها، وباخد معايا الفراخ بغسلها غسلة تانية. ودي مهم جدا، الغسلة اللي بعد التقطيع، مكان بقى ما بتقطعي وريحة التقطيع والحاجات دي كلها لازم برضو نغسل الفراخ تاني. ظبطت بقى المكان كده حواليا، وبيبقى عندي بقى بخاخ فيه كده مية على ملمع اللي هو الزجاج، وشوية من اللي هو الكولوريكس جل، بيعقم وبينظف معايا الرخام كويس جدا. خلصت بقى الدنيا وظبطت كده الدنيا ونضفتها. هاخد بقى عندي كده الوراك بعد ما غسلتها كويس قوي، وابدا ان انا اتبلها معايا كلها بقى على بعضها كده بالدبابيس اللي هي الكتف، وابدا ان انا اتبلها معايا بخلطة بقى البصل. وكده هبدا ان انا اشيل معايا الفراخ متبله جاهزه، ويبقى انا ريحت دماغي من فكره ان انا كل وجبه غدا اقشر بصل واطلع الكبه وافرم بصل واغسل الكبه واغسل بقى الحوض. فبالطريقه دي بترحم كتير من وقفه المطبخ والهلكه دي كلها في الحر. فجبت بقى عندي هنا كده اطباق التفريز، وتعالوا كده نشوف بقى التقسيمه واقعيه كده قدامكم. هنشوف هتطلع معانا كام وجبه. اخدت معايا كده اول طبقين وهما فيهم كده الوراك، ومعايا كده 3 وراك في كل طبق، وما شاء الله 3 وراك كبار يعني فيعملوا معايا وجبه حلوه جدا. فبقى عندي كده وجبتين اللي هي الفراخ اللي بالعظم اللي هي الوراك. هاخد معايا الطبق التالت فيه بقى كل دبابيس الكتف، برضو ما شاء الله كميه كده او كوجبه كده كبيره، يعني وزنها حتى كمان تقيل. فهاخد برضو معايا كل بقى البصل والتتبيله الحلوه دي واخليها برضو معايا على الفراخ. وبرده في نفس البولة هبدأ ان انا اتبل اللي هي بقى الصدور الفيليه. فيبقى اخدت معايا كده 3 وجبات اللي هي الفراخ اللي بالعظم، ومعايا بقى كل فرخة فيها كده صدر كبير ممكن اعمله وجبة لوحده. انما انا عايزة تكون الوجبة كبيرة شوية، فهعمل كده في كل فرخة اللي هي الصدر الواحد كامل. وهاخد بقى الصدر التالت هقسمه على الطبقين، فعمل معايا طبقين كمان. يعني ممكن اطلع ال3 فرخات 6 وجبات، وممكن اطلع ال3 فرخات 5 وجبات، وممكن اطلع ال3 فرخات 7 وجبات. 7 وجبات اللي هو هاخد بقى الكبد والقوانص هحسبهم وجبة. هعمل بقى حلة كده رز بالكبد والقوانص، ومعاه بقى ممكن سمبوسة وبطاطس محمرة وسلطة طحينة، هتبقى معايا حلوة جدا. وممكن اخد بقى كل الرقبة بقى والهياكل والحاجات اللي بتطلع معايا من اللي هو قص الفراخ، هسلقها برضو كلها واعمل بقى معاها شوربة لسان عصفور، اعمل معاها كيس ملوخية، ممكن اعمل معاها كيس قلقاس بقى وشوية رز بشعرية. فهتبقى معاكي برضو وجبة. وزي ما شفتوا معايا كده حبايبي البطة بقى الحلوة دي تبلتها، والفراخ اللي انا قطعتها من سلسلة الظهر برضو تبلتها. وفي كمان الفرخة اللي هي بقى الصغننة الحلوة دي، الفرخة الحشو. وعلى فكرة الفراخ دي لما تجيبها فريش احلى 1000 مرة من الفراخ اللي هي بتكون مجمدة، وكمان بيكون وزنها اكبر كمان من الفرخة المجمدة. الفرخة المجمدة ممكن يكون وزنها في حدود 1100 او 1200 جرام، انما الفراخ دي بيكون وزنها في حدود مثلا كيلو ونص. دي بقى بنات تفريزات الفراخ اللي عملتها معاكم اول الشهر. وزي ما انتوا شايفين كنت شارية كده فراخ بميزانية 940 جنيه، كانوا 5 فرخات وعملت منهم وجبات حلوة جدا. وقلت لكم دي الميزانية اللي انا جبتها اول الشهر، والفريزر بس يبدأ يخف معايا على نص الشهر هجيب تفريزات نص شهر تانية. فدي كده تعتبر تفريزات نص الشهر اللي انتوا شفتوها معايا بميزانية 1000 جنيه. والفراخ دي كانت ميزانية 940 جنيه، يعني ميزانية 1000 جنيه برضو. يبقى انا عشان كان متوفر عندي لحمة قطع ولحمة مفرومة، انا كده دعمت ميزانية الفراخ. فبقى الحمد لله عندي ميزانية فراخ تكفيني لحد اخر الشهر ده، وتكفيني كمان يعني وجبات منها هتستنى معايا للشهر اللي بعده. وكمان انا كان متبقى عندي كذا وجبة كنت عاملاها من الشهر اللي هو اللي فات اللي هو شهر العيد. فزي ما انتوا شايفين معايا كنت بقى عاملة تنوع في الوجبات. كنت عاملة بقى الصدور دي اخدت منها مكعبات، عملت شيش طاووق، وعملت كمان ستريبس، وعملت كمان شرايح كده للشاورما. وكنت عاملة كمان وجبة دبابيس وشفتها معايا كوجبة كنتاكي حلوة قوي. وفي كمان معايا الصدور دي، الصدر ده كان كامل كده على بعضه،
وقلت لكم هعمله كفتة فراخ، لا برجر فراخ، عشان اعمل منه بقى سندوتشات حلوة كده للبنات. ودي كده برضو كانت الفراخ اللي هي التقسيمة اللي كنت عاملاها، الفراخ اللي بعضمها. بس في الوقت ده كنت فاصلة بقى الوراك عن الدبابيس، فكنت عاملة كمية تانية، بس حبيت ان انا اختصر على نفسي الوقت فخليت الوراك زي ما هي. ودي وجبة الدبابيس زي ما شايفين معايا. ودي برضو كانت تقسيمة اللي هي 4 فخاد، اللي هي فخاد الفراخ، ومعاهم 2 دبوسة، فكانت وجبة برضو حلوة كده ومشبعة. ودي حبايبي افكار كتير، وطبعا الفراخ ليها افكار بوجبات برضو حلوة جدا. وكمان عندي بناتي بتحب الفراخ اكتر من اللحمة بكتير بكتير، يعني بجيب لهم اللحمة القطع، هم مش بيحبوها قد كده ولا بيحبوا وصفاتها اصلا. يمكن اللحمة المفرومة برضو ليها وصفات كتير قوي قوي، وجربتها معاكم قبل كده. وممكن حتى تعملي بكيلو لحمة، كيلو لحمة مفرومة. عملت معاكم قبل كده فكرة ال4 وجبات، يعني ممكن 2 كيلو لحمة مفرومة يعملوا معاكي 8 وجبات غدا لأسرة مكونة من 6 أفراد. وبس كده يا حلوين، ده كده كان فيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا أخدتوا منه أفكار حلوة، وتكون عجبتكم تقسيمة النهاردة. ولو حابين يعني تقسيمة فراخ أكتر هتلاقوها في فيديو تاني، ولو عايزة تقسيمة فراخ لحد مثلا 10 فرخات هتلاقوا برضو فيديو موجود لتقسيمة فراخ 10 فرخات. ممكن أجيب لكم بقى لينكات الفيديوهات دي واخليها لكم كده في الكومنت المثبت. وكده وصلت معاكم لنهاية الفيديو. أشوفكم على خير في فيديو جديد ويوم جديد، ومع ألف سلامة.